هيك افلام لان ما حد يشتري هيك سوق. احنا شوف احنا دائما زورنا التاريخ، هذا موضوع مهم. مثلا انا كتبت 13 مسلسله بدويه بزمن الحصار بدون اسم حتى اعيش، فطلعت البدو خوش ناس تمام، والبدويات اللي مثلا هذه المسلسلات. ايه. طبعا للاردن انا كتبت. ايه. سوي تاتو، نافخ شفايف، حلوات. حلوات. ايه. الواقع البدوي غير هذا. ايه. الواقع البدوي شرس، تمام. فيه قتل وفيه غزو وفيه غدر، والنساء منقبات. يعني ساهمت بتزوير تزوير التاريخ. نعم. تزوير التاريخ. نعم نعم. حتى من كتبنا والله مسيطر يعني. بترهي يعني حتى من كتبنا فد يوم كلفوني كلفني الاستاذ صلاح كرم، ايه. حي يرزق، بكتابه مسلسل ابو جعفر المنصور. زين. فانا قلت له حاضر، هاي كانت في التسعينات. فقعدت اقرا تاريخ ابو جعفر المنصور. فكان يسمى الدوانيقي، بخيل ابو الدراهم، ابو الفلوس، دانوق درهم. فانا احكي صلاح كرم الاستاذ صلاح، قلت له اجا شاعر مدحها فطاه درهم. تمام. طلع قال له شو هذا الطاني درهم؟ ايه. قال له ادخل. مره الاخ مدحه بكت تعطيك اكثر، دخل قال له بعد عندي قصيده، قال له احكي. قال له هيك وهيك، قال له تجيب الدرهم طيب اياها، هي قصيده مو زينه. قلت له وكان سفاحا وكان كذا وقتل كذا وقتل. قال لي لا حامد، مستحيل تطلع هيك عمل، هاي ما تطلع هيك الاعمال. ما تمشي، ما تتسوق. زين. فكل الكتاب الذين كتبت ابو جعفر المنصور؟ لا كتبه كاتب اخر ما اتذكر منه. يعني ايش قد زورتوا بروسنا انتم؟ اوه يعني طلعنا لكم التاريخ الاسلامي خبل، التاريخ العباسي جنن. ليش؟ طلعنا لكم الامويين رائعين. في يوم تجربه ثانيه وانا شهودي احياء. ايه؟ قعدت انا وفلاح شاكر 4 ايام قفلنا على نفسنا. فلاح كان عنده مكتب بالبتاوين. قلت له فلاح خلينا نقرا تاريخ العرب والتاريخ الاسلامي، نبحث عن موضوع زين ونكتبه سوا. ممتاز. يعني شغل الورشه. اي قال ممتاز. فجبنا الكامل في التاريخ لابن الاثير او تاريخ الملك والرسل زين للطبري، واحد من هالكتابين المهمين. حلو. وقفلنا على نفسنا باب الشقه، وكان عندنا شاب يخدمنا. حلو. يجيب لنا الاكل، نحتاج شيء هو يجيب لنا المي المدري ايش. احنا 4 ايام ما طالعين من الشقه، يعني تعرف 12 جزء او 10 اجزاء، فهو يقرا وانا اعطيه، هو يقرا وانا اعطيه، بس ما حد يحكي والثاني. تمام. الى ان انتهينا، ضحكنا ضحك. لقينا تاريخنا العربي اذا كتبناه كما هو ما حد يشتري، ما حد يسوق العمل. حكم الحريم، غدر الاخوان، السلاطين، صح. الغزو باسم الفتوحات. انا اطالب العالم الاسلامي اليوم بالاعتذار لكل الدول التي غزاها الاسلام باسم الفتوحات الاسلاميه، وانا مسؤول عن كلامي. هاي مطالبه جديده هاي؟ إيه ولدت الان. بس هذا حق شرعي كان، يعني بوقت الغزو كان يغزون لنشر الدعوه الاسلاميه. لا كذب. والجهاد واحد يعني من الروافد الاساسيه. كذب. كذب. شو كذب بالقران هذا؟ شوف الخليفه حتى يامن الكرسي ماله يدز الجنود الرجال يقول لهم روحوا اغزوا، فتحوا دول. يا اخي هو بالقران غلبت الروم هذه هسه انا احكي لك تاريخ. فالمدينه تامن بس نساء. علي بن ابي طالب ما غزا، ما سوى فتوحات اسلاميه، بس انتهت مشاكل داخليه. من رجع الجيش صارت 3 حروب اهليه في زمنه، في زمن علي بن ابي طالب. حروب اهليه. اجى معاويه طلعهم قال لهم روحوا اغزوا. تدري انت حضرتك بالقانون بالجهاد المدينه لك 3 ايام انت كجندي تغتصب وتنهب وتسلم؟ ما بكيفك 3 ايام. وهذه فعلها صدام حسين في الكويت. 3 ايام ما حاسب الجنود، بعدين 3 ايام بدا يحاسب. السبايا نجيب نسوان حلوات. زين ليش ما فتحنا الصومال؟ ليش ما فتحنا اريتريا؟ ليش ما فتحنا هاي الدول الفقيره؟ ليش احنا الحلوات باسبانيا وللنمسا؟ وين الترافه والجمال؟ لو رحنا لمصر يلا عندهم ذوق العرب يعني. كان عندهم ذوق. فتجي انت تخيل هذه الصوره، خلي المشاهد يتخيل هاي الصوره. نمشي احنا في سوق في بغداد نلقى 30 شابه يبيعونها عاريه. انتبه، 30 شابه عاريه جايبيها من الاندلس لو من النمسا لو من مدري وين، عارضينها للبيع. عارضين للبيع. تاتي انت تتلمس جسد هذه البنت. هل كانت بضة؟ بضة، جسدها جميل ام خشنه ام، وتشتريها. تمام. وتنام معها. تمام. وتبيعها. تبيعها. واذا جاك ضيف تنومها يمه.
زين. القذاره هاي. وتروح السوق اخر، محل اخر يبيع غلمان تمام اطفال وتاخذه، لك الحق ان تفعل به ما تشاء. تفعل. تمام. لكن الجريمه الكبرى ان اذا ارتكبت معصيه ايه هو يشيلها. شلون؟ عتق رقبه، تمام. يعني تسويه حر، ما تكتبون هاي الاشياء ما وتمثلونها حد ينتجها. هي هاي الجلسه ويا فلاح إيه. التجربه 4 ايام وبطلتوا وما سويتوا شيء ابدا. انا الان اي واحد زين. يطلب مني عمل تاريخي يطلع فضيحه العمل. حامد هذا اعمال تاريخيه تمام. بس انتم الاعمال الحديثه ايش قد زورتوا بيها؟ ايضا زورنا في بعض الاحيان، زورنا زورتوا نعم. وين زورتوا؟ اشتراطات